اهلا بيكم في كوره تاكتكس. النهارده هنتكلم على ايفرتون دا سيلفا. ايفرتون هو لعيب مهاري جدا مرشح يلعب للنادي الاهلي، وفي اقاويل واخبار بتقول ان الاهلي بيتفاوض معاه. النهارده انا جايب لكم احصائيات ليه، جايب لكم بعض اللقطات، جايب لكم بعض الاهداف، ونحكم مع بعض سوا هل هو مناسب فعلا للنادي الاهلي ولا لا. يلا بينا نشوف. ودي بعض المعلومات عن ايفرتون. اهم حاجه هنا انا عايز اركز عليها ان هو بيلعب جناح ايمن وجناح ايسر وساعات بيلعب في النص، وده لاعب متكامل. القدم المفضله عنده هي الشمال. القيمه التسويقيه بتاعته 1.2 مليون يورو. لما نشوف احصائيات ايفرتون هنا هنلاقي ان هو متفوق في بعض الجوانب. على سبيل المثال عنده نسبة التمريرات الصحيحة هي نسبة عالية حوالي 85%، والاهداف في ال 90 دقيقة او لكل 90 دقيقة هي حوالي 0.54%، وده نسبة كبيرة. برضو النسبة الكبيرة اللي احنا نشوفها هنا ان نسبة التسديدات لكل 90 دقيقة هي 2.72. اما نسبة المراوغات فهي نسبة مش ناجحة قوي، هي 50% في كل ماتشاته. لما نيجي نتكلم على احصائيات الهجوم في موسم 2023 2024 هي اقدر اقول عليها كويسه جدا. عندنا مثلا اهداف 14 هدف، والمساهمه في الاهداف 4 اهداف. انما نسبه التسديد على المرمى ونسبه دقه العرضيات هي 36%. يعني انا شايف ان المفروض تبقى احسن من كده بكواليتي زي ايفرتون. نكمل بقيه احصائيات الهجوم. هنا زي ما قلنا المراوغات الناجحه 50%، المبارزات الثنائيه الناجحه اللي هي 1 تو 1 40%، عدد اللمسات في منطقه الجزاء 92 لمسه، ودي نسبه كبيره جدا، معناها ان هو بيكون متواجد بكثره جوه منطقه الجزاء. متوسط الاهداف المتوقعه اللي هي الاكسبكتد جولز حوالي 0.26. بالنسبة لإحصائيات الدفاع هنشوف هنا إن المبارزات الثنائية الناجحة اللي هي 1 تو 1 في الدفاع 56%، ودي نسبة كويسة جدا للاعب مهاجم. المبارزات الهوائية الناجحة حوالي 32%، يعني هو بيكسب 32% من المبارزات الهوائية. الكروت الصفراء 4 والكروت الحمراء مفيش خالص في موسم 2023 2024، ودي حاجة كويسة بتثبت إن اللاعب ده ملتزم جوه الملعب. هنتكلم هنا على التمريرات الذكيه بتاعته. هنشوف هنا ازاي ايفرتون بيقدر ان هو يمرر الكرة بشكل سلس، عنده احساس ورؤيه للملعب. هنا هو محاصر بثلاث لعيبه، بيقدر يمرر الكرة ما بينهم، يديه لزميله اللي جاي من الخلف كرة سهله في المساحه الفاضيه واللي يقدر منها يجيب الجول. لاحظوا معايا هنا بقى تحركات ايفرتون جوه منطقه الجزاء. ايفرتون كان عنده فرصة انه يسدد على المرمى، بس رؤيته الممتازة للملعب خلاه يلاحظ زميله اللي جاي من على اليمين واللي بيكون فاضي، ويقدر يسجل هدف جميل زي اللي احنا شفناه. من مميزات ايفرتون ان هو عنده احساس بالمكان وعنده رؤية ممتازة للملعب زي ما قلت. هنا ايفرتون بيقدر يلعب بينية ممتازة لزميله في المساحة الفاضية. زميله المفروض يروح في المساحة الفاضية ورا خط الدفاع، هو بيلعبها بينية اللي بيقدر زميله ان هو ياخدها ويحصل على ضربة جزاء جوه منطقة الجزاء. هنا بقى هنلاقي ايفرتون ضامن من ناحيه وسط الملعب ورا راس الحربه، ورغم انه محاصر من 3 لعيبه من الدفاع الا انه يقدر يلعبها تشيب باس للمهاجم اللي جاي من الخلف، اللي بتبقى مؤهله ليه ان هو يجيب جول ممتاز، بس للاسف بيضيعها. انت بتعمل ايه يا ابني؟ هنا برضو انا جايب لكم اللعبه دي لانها بتوضح كلامنا وبتوضح رؤيتنا لايفرتون ان هو بيقدر يلعب كور بينيه ممتازه ما بين خطوط الدفاع. نيجي بقى نتكلم على الاهداف. زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان ايفرتون مميز جدا في التمركز، وده اللي لاحظناه في تحليل اللقطات اللي فاتت. راقبوا معايا هنا ايفرتون ازاي ان هو بيقدر يتحرك جوه منطقه الجزاء، بيقطم على جوه، بتجيله العرضيه بيلعبها ممتازه من مره واحده في الزاويه الضيقه على يمين حارس المرمى. دي صعبه جدا على فكره، الكره دي صعبه جدا لانها من مره واحده ومسافه قريبه من حارس المرمى. هنشوف الجول من زاوية تانية دلوقتي هتبين قد ايه ان الكرة صعبة فعلا. هنا ايفرتون احنا مش شايفينه في الكادر بس هو متمركز، اول ما بيجيله الكرة من مرة واحدة جوه الجول ممتازة. هنا الجول ده بقى بيوضح وجهة نظري اللي انا شفتها وانا بحلل اداء ايفرتون. لاحظ هنا ايفرتون وهو بيتحرك في المساحة الفاضية، زي ما قلت هو بيخلق لنفسه مساحات عشان
يبعد عن الدفاع عشان يقدر لما تجيله الكوره زي ما هتجيله دلوقتي ان هو يلعبها R2 في الزاويه البعيده في السوكه. لعبه ممتازه من مره واحده. لو لاحظتوا ان الجول اللي فات كان من مره واحده، الجول ده برضو من مره واحده. هنا في الهدف ده ايفرتون اللي بيكون ضامن في نص الملعب بيعمل سبرنت رهيب، سبرنت سريع من وسط الملعب، بيفضي لنفسه مساحات، بيوسع نفسه، ما بيسبقش المدافع بحيث لما تجيله الكوره يحطها بشكل ممتاز جوه الجول. انا هنا جايب الجول ده عشان خاطر وانا بحلل اداء ايفرتون لاحظت حاجه مهمه قوي. هنا مثلا شوف ان ايفرتون بيضم على نص الملعب، بيتمركز في نص الصندوق عند منطقه الجزاء عشان تجيله الكوره اللي بيلعبها بشماله مره واحده في الجول. لاحظ هنا ان هو بيسجل بيمينه وبشماله، ده اللي انا كنت عايز اوضحه. ايفرتون عنده مهاره في التسجيل باليمين والشمال بشكل دقيق جدا، وبيكون حاسم جدا على المرمى، وبيلعبها بشكل مميز وبشكل فيه صعوبة على حارس المرمى ان هو يصدها. هنا ايفرتون واللي بيكون مميز جدا، بيكون سريع جدا في الهجمه المرتده ناحيه الشمال، برضو بيخلق لنفسه مساحات. شوف ناحيه الشمال هو بيعمل ايه، بيخلق لنفسه مساحات. وشوف هنا وهو بيأخر نفسه شويه عشان يستلم الكوره، وبمهاره يقدر ان هو يسبق المدافع ويشوطها في الزاويه الضيقه لحارس المرمى. وده بيوضح الكلام اللي احنا بنقوله على دقة تصويبات ايفرتون وازاي ان هو بيبقى حاسم على المرمى. الجول ده برضو بيأكد كلامنا على استغلاله للمساحات الفاضية ووعيه في التحرك بدون كرة، واللي هنشوفه بعدين في لقطات تانية. هنا بيسجل من لمسة واحدة وبدقة واتقان رهيب. رهيب يا ابني والله رهيب. تحركات ايفرتون بدون كرة. انا هنا جايب شويه فيديوهات بتوضح تحركات ايفرتون بدون كرة زي ما شفنا برضو بعض الفيديوهات. انا عايز اوضح هنا ان في نمط لايفرتون ماشي عليه. ايفرتون بيعرف ازاي يتحرك بدون كرة، وبيهرب دايما للمساحات اللي بيخلقها لنفسه، وده بيديله الوقت والمساحه اللي يعرف ياخد فيها قرار، يا اما بالتسجيل من لمسه واحده او بالتمرير اللاعب افضل منه في وضع التسجيل. كمان هو بيستغل سرعته في الهجمات المرتده وبيقدر يهرب من الرقابه. ايفرتون عنده وعي بالمركز بتاعه وعنده وعي بالمكان اللي هو فيه، وبيعرف ازاي يسيب مساحة بينه وبين المدافعين عشان يقدر يكون عنده حلول متعددة. وكمان عنده رؤية للملعب، بيقدر يحس بزمايله جاي من ناحية يمينه او من ناحية شماله. انا هنا مجمع لكم افضل لعبات ايفرتون اللي بتوضح نقاط قوته وتميزه زي ما شفنا في اللقطات اللي فاتت. عايز اعرف ايه رايكم في ايفرتون، وهل هو فعلا لاعب مميز يستحق انه يلعب في الاهلي؟ لو الاهلي قرر يضم ايفرتون، ايه التشكيل المثالي اللي ممكن يلعب بيه الاهلي عشان يستفيد منه؟ هل انت شايف ان في الاهلي لاعب في نفس امكانيات ايفرتون؟ كل ده انا عايزكم تردوا عليا في الكومنت وتقولوا لي ايه رايكم. وكمان لو عايزني احلل اداء اي لاعب تاني يا ريت تكتبوا لي في الكومنت. شكرا لكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو تاني.